القرار النهائي إنه مباراة القمة في ميعادها يوم الثلاث إن شاء الله في استاد القاهرة. كل المحاولات اللي بتتبذل مع الرابطة، كل محاولات جس النبض كان ظهرت من امبارح، وانا الفيديو الصباحي قلت لكم ان ده مرفوض جملة وتفصيلا من النادي الاهلي. بدأت تبقى في محاولات جس نبض من مسؤولين مقربين من نادي الزمالك مع الرابطة امكانية تأجيل المباراة، فقوبلوا بعاصفة من الرفض الشديد، سواء من الرابطة او من الاتحاد او من النادي الاهلي. طبعا ما حدش فتح النادي الاهلي في الموضوع، لانه هيتقال له انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا ايه بجد؟ يعني الدورات الرمضانية فيها حسم وحزم عن كده شوية، لكن ان انت توصل الامور انه الزمالك عايز يعمل سيناريو، وده اللي انا قلت لكم عليه من البداية. ارجعوا لحوالي اسبوعين فاتوا او اكتر، كان مهيب عبد الهادي في الام بي سي معاه الكابتن احمد سليمان، وجابوا على التليفون الكابتن عامر حسين، فسألوه، مهيب بيسأله هو مباراة الاهلي والزمالك في ميعادها؟ قال له اه، اللي استجد المباراة في ميعادها يوم 25. فاحمد سليمان بدأ انه لا، يعني مش هينفع. ساعتها كانت باينة انه، لانه بعدها احمد سليمان اتكلم على الغاء الدوري وكفاية كده، وحاولوا يصدروا النغمة بتاعت من اجل مصر ومصلحة المنتخب في الفترة اللي فاتت. فهو السيناريو موجود. النهارده اضيف اليه انه دخل على خط الازمه مرتضى منصور وشن وابل من الهجوم على مجلس اداره الزمالك وعلى اللي بيحصل، وقال بصريح العباره الناس عايزه تهرب من المباراه ومش عايزه تلعب المباراه. بعد المباراه مباشره، مباراه الاهلي والداخليه، كابتن خالد بيبو للعيبه: يا جماعه المباراه في ميعادها، القرار النهائي انه ماتش الاهلي والزمالك يوم الثلاث، برنامجنا ماشي على هذا الاساس، ترتيباتنا ماشي على هذا الامر، ما تسمعوش اي كلام تاني. ودي الحقيقه اللي مستر مارسيل كولر فطن اليها في المؤتمر الصحفي لما اتسال، قال لهم ده قرار لا يخصنا، انا بالنسبه لي الماتش الثلاث. وهذا هو السؤال الخبيث اللي البعض بيحاول يردده عشان يهمد الاهلي، لانه الزمالك اعتاد الحقيقه بسيناريو في السنوات الاخيره يجي قبل ماتش الاهلي والزمالك ويفتعل الازمات، ويخليك في صورة تشتيت ذهني هتتلعب او مش هتتلعب، وفي الاخر بيجي يلعب. يمكن مرة بس بتاعت الاتوبيس اللي بدأوا يعايروا مرتضى منصور بيها، مش انت صاحب الاتوبيس وانت بتاع الاتوبيس وانت اللي عطلت الاتوبيس على كوبري اكتوبر، لقيت اصوات زملكاوية كتيرة بترد على مرتضى منصور بالواقع ديت. لكن فيما عدا ذلك هي فترات تهويش وفترات تشتيت ذهني وفترات يخرجك عن تركيزك. وعشان كده برافو كابتن خالد بيبو للاعيبته بعد المباراه في اوضه اللبس: يا كباتن مباراتنا مع الزمالك يوم الثلاث، بشكل واضح وحاسم وقاطع. ده القرار النهائي. وعلى فكره الاتحاد ماشي في سكه استخدام طاقم التحكيم الاجنبي اللي الاهلي هيدفع فلوسه. الترتيبات ماشيه، شركه تذكرتي فتحت سيستم حجز التذاكر، كل الامور ماشيه على هذا الاساس. سيبكم من الشويتين اللي نادي الزمالك هيحاول يطلع يقولهم وان احنا متمسكين. السلام عليكم. بفضل الله تعالى هنا العبد لله اول واحد قال الكلام اللي بيقوله المنيسي ده. انا قلت لك ان الزمالك، راجع فيديوهاتنا القديمه من اسبوع من اول ما الزمالك عمل الدوشه، قلت الزمالك بيحاول يعمل دوشه وهيصه عشان يهرب من مباراه الاهلي او يشتت لعيبه الاهلي عن مبارياتهم اللي مؤجله قبل لقاء بيراميدز او الزمالك لاستكمال بطوله الدوري. الزمالك خلاص عرف ان هو لا ليه في الطور ولا في الطحين ولا ليه اي دور السنه دي في بطوله الدوري نهائي، وبالتالي حب يشتت لعيبه الاهلي ويخلع من مواجهه الاهلي في المباراه، وهي عادته ولا هيشتريها. بدات التلميحات والدوشه وفي الاخر بيلعب المباراه. ده النهارده يا راجل مرتضى منصور دخل على الخط وقاعد يشتم فيهم وقال لهم بصريح العباره ان انتوا خايفين تواجهوا الاهلي، وقعدوا بقى يعايروه يقولوا له ان انت كنت بصاحب الاتوبيس اللي انت عطلت الاتوبيس والكلام من هذا القبيل. فده عاده الزمالك في السنوات الاخيره. هو دلوقتي ان الثلاث نقط بالنسبه له مش مهمين، لكن بالنسبه للاهلي مهمين جدا جدا، مش هيفرقوا مع الزمالك في حاجه، وكده كده هيفنش على المركز التاسع السابع، مش هيزيد عن كده.
انما نقاط الاهلي مهمه ال3 نقط، لانه بينافس على الدوري وعايز يلحق بالمباريات المؤجله، يلحق نادي بيراميدز، لان بيراميدز متصدر 59 نقطه. الاهلي الحمد لله دلوقتي سابع فوز على التوالي، وصل الى النقطه 42 وفاضل له 6 مباريات ب 18 نقطه، لو خدهم هيعدي ان شاء الله بيراميدز بنقطه، ويبقى بقى المباراتين بين الاهلي وبيراميدز هما المباراتين المهمين دول اللي هيحسموا المواجهه. والنهارده كنت بقول قبل ماتش الداخليه، اول تعليق لنا بعد الداخليه، قلت يا رب يكون مجلس الاهلي واخد باله من المخطط اللي بيتعمل ده عشان تشتيت ذهن لاعبي الاهلي ومجلس ادارته عن مباريات الزمالك المهمه وتشتيته في المباريات المتبقيه. النهارده اهو الكابتن خالد بيبو بيرد علينا وبيقول للاعيبه يا جماعه ماتش الزمالك في ميعاده. ليه؟ لاننا لاحظنا برضو ان بعض اللعيبه قد تكون منشغله بمباراه الزمالك. هم طبعا بعض اللعيبه بتبقى عاطيه اهميه شويه لمباراه الزمالك عشان الدوشه الجماهيريه والكلام ده كله، لكن هي في النهايه هي 3 نقط. عشان كده كان موقف رائع من الكابتن خالد بيبو انه ينبه عليهم ان يا جماعه ما تحطوش في بالكم اي دوشه من اللي بتحصل دي. لا الراجل ابو دماغ لاسعه اللي اسمه احمد سالم اللي بيطلع يتكلم ولا الهوا. النهارده بيقولوا بعد ما كانوا بيقولوا مش تعبين بيقولوا طب اجلوا لنا الماتش. طب انام ساعه زي الواد الصغير اللي كان بيقول طب انام ساعه بس، طب انام مش عارف ايه. لا، الماتش في ميعاده. مش عايز تلعب والله خير وبركه. ليه؟ خير وبركه ليه بقى؟ اول حاجه الاهلي هياخد ال3 نقط من غير ما يلعب، هيريح المباراه. والله الزمالك لو ما جه هيبقى خدم الاهلي خدمه العمر. عشان كده بندق القصير خالد الغندور طلع النهارده بيقول نصيحه لمجلس اداره الزمالك: العبوا مباراه الاهلي. يعني هو اللي قبل كده كان بيقول لو رجاله ما تلعبوش، ولازم مجلس الزمالك يتخذ موقف وما يلعبش، ولازم نحصل على كاس الكرامه للمره الثانيه. فالزمالك طبعا اخذ كاس الكرامه قبل كده مره ايام مرتضى منصور، فدلوقتي عايز ياخد كاس الكرامه للمره الثانيه، بيروح يشتروا كاس من العتبه كده ويحتفلوا بيها اسمها كاس الايه؟ الكرامه، عشان بعد كده يفضل له مره ويحتفظ بكاس الكرامه دي للابد. فالزمالك البطوله عنده ان هو يعمل دوشه كده ويعمل راسه براس النادي الاهلي. فهم لو انسحب الاهلي هياخد ال3 نقط ويبقى ريح المباراه، ميعاد المباراه يبقى ريح الاهلي لاعبته 100 فرصه 100 تمام. وعلى راي محمد شبانه لو من الاهلي هسيبه ما يلعبش، وهشجعه كمان ما يلعبش. ليه ما يلعبش؟ الاهلي كده كده هياخد ال3 نقط، والاهلي موقفه سليم 100%. هياخد ال3 نقط واللعيبه هترتاح، ويفضل بعد كده يكمل مبارياته بقى اللي بعد كده. عنده مثلا فاركو، طلائع الجيش، داخليه الدور الثاني، هكذا، وبعدين يواجه بيراميدز، ويبقى 3 نقط دخلوا جيب الاهلي من غير ما يلعب المباراه، و3 نقط اتخصموا من الاهلي غير من الزمالك غير العقوبات. والله لو مجلس الزمالك رجاله ما يلعبوش. انا قلت لهم قبل كده لو رجاله انسحبوا، لو انتوا رجاله صحيح وفي شنبات في وشكم انسحبوا لو عند كلمتكم، انما هتلعبوا غصب عنكم. للاسف هتلعبوا غصب عنكم. كل الجهات الدوله عامله حسابها ان المباراه هتتلعب، وده مش لعب عيال. ده مش، احنا مش بنلعب في الحاره هنا عشان تقول انا مش لاعب، مش عاجبك، انا مزنوق، انا لا. انت في بطوله الدوري، وبعدين يقول لك انا عايز لجنه من بره. يعني انت ما بتعترفش باتحاد الكره، الجهه الرسميه اللي بتدور الكره في مصر، انت ما بتعترفش بيها. اللي كل ماتش بيدوك ضربه جزاء، كل ماتش بيدوك ضربه جزاء، وقاعدين بيزقوك وبيشيلوا في لا مؤاخذه البتاعه بتاعتك عشان تمشي. عشان لو ما كانتش الحكام بتاعت الزمالك النهارده كان الزمالك زمانه قاعد مع الداخليه تحت في قاع الجدول، ولا مع فاركو، ولا مع الانديه دي. لكن هم كل ماتش بيزقوه وبيشيلوا البتاعه بتاعته عشان ايه؟ يفوز ويعدي ويبقى في المنطقه الدافئه.